ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده هنتكلم عن مواد سنة تانية بالتفصيل، وهقول لكم ازاي تذاكروها كويس وتحاولوا على قدر الامكان تجيبوا فيها اعلى درجة ممكنة، وهقول لكم توزيعة الدرجات بتتقسم ازاي. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن مواد سنة اولى، فاللي ما شافوش يروح يشوفه على طول. قبل ما نخش بس في مواد سنة تانية، محتاجة اقول لكم حاجة مهمة جدا، ان سنة تانية هي اكتر سنة انت ممكن تعلي فيها الجي بي اي بتاعك، وممكن يوصل كمان ان انت تجيب فيها جي بي اي 4. اولى انت بتبقى لسه داخل، الموضوع صعب عليك، اول مره تجرب حاجات زي كده. بس سنه تانية بجد يعني عن خبره وعن تجربه، سنه تانية اكتر سنه ممكن تعلي فيها الجي بي اي بتاعك، فاهتم بيها فعلا، لان بعد كده هتلاقي ان الجي بي اي بينزل بسبب ان العملي بقى كتير، الدرجات متوزعه في اماكن كتير. فسنه تانية استثمرها بقدر الامكان. اول حاجه عندنا 3 مواد ملهمش علاقه بالطب ولا بالاسنان ولا باي حاجه اصلا، اللي هم الاي تي، بتتكلم عن الكمبيوتر، واللي هو الكريتيكال ثينكينج، تفكير الناقد، والانتربرينور شيب اللي هي البيزنس وكيفيه اداره الاعمال. دي كلها حاجات كل الجامعات بتاخدها، انت ملهاش علاقه طبعا بالطب. بالنسبه للاي تي كل دي حاجات نظري ملهاش عملي، ميد ترم وفاينل بس. طبعا الاي تي كانت بالنسبه لي صعبه، لان انا ما بحبش الكمبيوتر وكده، لكن لو انت بتحبها هتبقى سهله وممتعه بالنسبه لك. امتحاناتها بتيجي مش متوسطه، يعني مش صعبه مش سهله. الكريتيكال ثينكينج صراحه دي ممكن تبقى غتة شويه، فحاولوا تحضروا محاضراتها وتفهموها، وهي غالبا يعني حاولوا تدوروا بها على المصادر بره كمان، لان انتوا هي فعلا 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 محتاجه تفكير وصعبه وحاجه فلسفه شويه. البيهيفير واداره الاعمال برضو ممكن تكون صعبه شويه، بس كل ده هيعدي يا جماعه، ودي متقسمه ميد ترم وفاينل، ومع ذلك هتجيبوا فيها درجات كويسه ان شاء الله. طيب نتكلم بقى على المواد اللي موجوده معانا الترمين. اول حاجه هي الاورال بيولوجي. الاورال بيولوجي ديت موجوده الترمين، شبه المورفولوجي بتاعت سنه اولى. المورفولوجي كنا بناخد فيها تفاصيل الاسنان، الاورال بيولوجي هناخد بيها الهيستولوجي بتاعت الانسجه بتاعت الفم. انا قلت لكم ان الهيستولوجي بتاعت سنه اولى بنذاكر كويس، عشان دي اساسيات بعد كده لمواد تانية، زي منها الاورال بيولوجي، ان انت هتبدا تاخد كل نسيج تحت الميكروسكوب في البق عامل ازاي، كل نسيج الفانكشن بتاعته ايه. تمام. الماده دي طبعا ليها عملي وليها ميد ترم وفاينل، وعملي ميد ترم وفاينل. العملي بتاعها عباره عن صور، فسنه تانية الترم الاول غالبا انت مش هتشتغل حاجه، يعني كله نظري بحت. ف صور وانت بتايدنتيفاي او تقول حاجه بس. تمام. نخش على في ماده برضو البايو ماتيريال، ودي كانت معانا من سنه اولى، فما فيش داعي ان انا اتكلم عنها كتير. بعد كده عندنا الفارما. الفارما هي طبعا الادويه، الصيدله وما اعرفش ايه. هتاخد ميكانيزم عمل الادويه، مش هتاخد اسماء ادويه بحد عينها، بس هتاخد ميكانيزم، يعني هتاخد برانشات، يعني الانتيبيوتكس، الانالجيسكس ازاي بتشتغل وهكذا. الماده مش صعبه، بس عايزه مذاكره اول باول بجد، ما تراكموهاش خالص. طبعا الماده ما فيهاش عملي، هي جاست ميد ترم وفاينل. نخش على ماده تانية اسمها الباثولوجي. الباثولوجي ديت اللي هي الباثوجينيسيس بتاع الامراض ازاي بتمشي، ودي حاجه طبعا طب بشري يعني بحت. حاجه مهمه ان دي برضو ما تتراكمش، تتذاكر اول باول، لانها ممكن تكون تقيله شويه، بالذات ان هي كمها ممكن يكون كبير. الاورال بيولوجي برضو خلي بالكم ان هي كمها ممكن يكون كبير شويه برضو، بس سهله تقدر تجيب فيها جي بي اي عالي. بعد كده عندنا ماده الاثكس. والاثكس دي هيعلمك ازاي هي اخلاقيات المهنه، ازاي نتعامل مع البيشنت مثلا لو عايز علاج غير اللي انت شايفه في مصلحته تعمل ايه وهكذا. الماده دي بتعلمك اخلاقيات، هي حلوه وجميله وكل حاجه، بس ممكن تكون اول جزء فيها غتت، بس بعد كده بتبقى سهله، لانها بتعلمك بقى فيروس سي وفيروس بي وحاجات معلومات عنهم كتيره وما اعرفش ايه. فديت ممكن تكون صعبه بنسبه شويه، لكن هي مش صعبه ان انت تجيب فيها جي بي اي عالي، فنركز كده. ودي من المواد اللي انت ممكن مش لازم تذاكرها اول باول، يعني ممكن تاخد محاضرتين عادي. بعد كده عندنا المايكرو. والمايكرو دي انصح بشده جدا 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 ان انت ما تراكمهاش، محاضره اول باول. المايكرو ماده غتته صعبه، فيها تفاصيل كتير، فيها اسماء كتير غريبه. فحاولوا ان انتوا ما تراكموهاش، يعني حاولوا ما تراكموهاش بجد. هتفرق معاكم جدا، لان الماده دي فعلا ما تتراكمش، لا هي ولا الاورال بيولوجي ولا الباثولوجي. التلاته دول نركز فيهم جدا،
وعشان انا مش فاكره انهي في ساعتين وانهي في 3 على حسب الجامعه بتاعتك، هندي الاولويه لل3 ساعات زي ما عرفنا في الفيديو اللي فات، اللي هو ازاي نذاكر ونجيب GPA عالي. ما تنسوش تشوفوه برده. طيب، اللي عندنا ماده لسه نازله جديد اسمها بوتوكس، ودي بتعلمك البوتوكس والفيلر، العضلات اللي في الوش، يعني ايه بوتوكس، يعني ايه فيلر، استخلصناهم من ايه، بيعملوا ايه، وهكذا. الماده دي صراحه كميه محاضراتها قليله، ممكن تذاكرها محاضرتين اصلا، او 3 محاضرات، يعني ممكن تتراكم عادي، مش شرط اول باول، لان هي محاضراتها صغيره وسهله يعني تعرف تجمعها. نخش بقى على الماده بتاعه الترم الثاني، هي البروسيسز. دي شغلك هتشتغل كومبليت دنتشر، مش انت مش خطوات العياده، لا خطوات المعمل. يعني انت في العياده، انت كدكتور سنان مثلا خدت امبريشن، هتروح المعمل تصب، وانت بقى اللي هتعمل الصب الامبريشن، انت اللي هتعمل ان انت تعمل ماونتنج على الكاست، ان انت مثلا بنعمل كانها بق العيان كده ونبدا نعمله على الارتكليتور بتاعنا. دي برضو ادوات اللي هتجيبها. ولو عايزين تعرفوا ادوات سنه تانية، انا كنت منزله فيديو لادوات سنه تانية، ما تنسوش تشوفوه. فالبروسيسز دي بعد كده ما نخلص كل الماونتنج ونجهز الكاستات بتاعتنا، اول حاجه هنعملها ان احنا نعمل بقى ايه الواكس بتاعنا، ونبدا ان احنا نرص السنان بتاعه الكومبليت دنتشر. رص السنان، انا فيديوهات رص السنان بالترتيب كلها حطها لكم في القناه بتاعتي، فبرضو ما تنسوش تشوفوها، لان هي فعلا مفيده جدا جدا، وهتخليكم تفنش الدنتشر بشكل يكون جميل ومنظم وكل حاجه. وهقول لكم كمان في تريكات كمان هتسهل عليكم الشغل، فما تنسوش تشتركوا في القناه وتشوفوا الفيديوهات دي ان شاء الله لما تبداوا تشتغلوا الكومبليت دنتشر. البروسيسز هي من المواد اللي انت طبعا هتمتحن فيها عملي من ترم وفاينل، ونظري نظري بيبقى فاينل بس، تمام. البروسيسز من المواد اللي انت تعرف تجيب فيها فوق ال90 عادي، يعني الموضوع مش صعب خالص. البروسيسز هي ممكن تكون تستغرسها في الاول، لكن هي في الحقيقه في السنوات اللي بعد كده هتبقى اسهل ماده عندك، يعني حرفيا اسهل ماده. طيب نخش على الانفايرمنت. الانفايرمنت هي برضو حاجه ملهاش علاقه بالاسنان ولا بالطب. environment بيئه، بيعلمك بقى ازاي نحافظ على البيئه ونتعامل مع البيئه. هي ماده لطيفه سهله خفيفه، يعني عادي برضو تجيب فيها GPA عالي، ما فيهاش عملي طبعا، كلها نظري. فدي كده نبذه سريعه عن مواد سنه تانية، بحيث ان انت تبقى داخل وعارف انت داخل على ايه، المواد المفروض تركز عليها، المواد اللي تتراكم، المواد اللي ما تتراكمش. ولو محتاجين اي حاجه ما تنسوش تبعتولي، هجاوب على كل اسئلتكم على طول. واتمنى ليكم فعلا سنه سعيده، وما تنسوش تشتركوا في القناه، ومع السلامه.